في ايام بتعدي علينا بنبقى مش قادرين نعمل فيها اي حاجه، مش قادره تقومي من السرير، مش طايقه تكلمي حد، مش قادره تذاكري، مش قادره تشتغلي، حتى مش قادره تفتكري انت كنت متحمسه لايه اصلا. تفتحي الموبايل تقلبي شويه تلاقي حد سافر، حد جاب نتيجه، حد بينجز، حد بيتمرن، حد حقق حاجه كان بيحلم بيها من سنين. وبعدين تبصي لنفسك تقولي اهو انا ليه مش زيهم، هو انا هعرف اوصل كده، انا مش شاطره كفايه، يمكن الحلم ده اكبر مني، يمكن انا بضيع وقتي. بهدوء جدا اليوم الوحش اللي بس بدأ وانتي مرهقة او تعبانة بدأ يتحول لحكم كامل على حياتك. بس هو مين اللي قالك ان اليوم اللي انتي فيه النهارده هو حكم على كل الايام اللي جايه؟ يعني مثلا لو انتي حاسه بالفشل، حاسه انا ما انجزتش حاجه في حياتي، هل ده معناه انك كده فعلا؟ لا. انك تاخدي احساس فتره ويعدي اصلا لحاجه دايمه، فده غلط. ده معناه انك حاسه بده النهارده، مش حاجه هفضل عايشه بيها. والفرق بينهم كبير على فكره. يعني انت لو ما عملتش حاجه ده مش معناه ان انا عمري ما هعمل حاجه. دي مجرد لحظه او مجرد يوم. المشكله ان احنا ساعات بننسى ان حياتنا مش عباره عن يوم واحد. المشكله ان احنا بنبص على يومنا الوحش ده كأن حياتنا كلها كده، مش مجرد مشهد وهيعدي. انت النهارده في يوم من الايام اللي مش ماشيه معاكي حلوه قوي، مش هقولك لا لازم تحقق احلامك دلوقتي ومفيش حاجه اسمها ايام وحشه، لا، في ايام فعلا بتعدي علينا بتبقى صعبه شويه. وفي ايام هتكون طاقتك فيها قليله، في ايام هتعملي فيها اقل من اللي انت متوقعاه، وفي ايام هتشك فيها في نفسك، وده كله عادي. المهم بس ما تاخديش قرار كبير عن حياتك في يوم اللي هو يبقى مش يومك كده. يعني ما تقوليش انا مش هكمل لمجرد انك تعبتي، ولا تقولي الحلم ده مش بتاعي لمجرد انك اتاخرتي شويه. ما تدفنيش طموحك بسبب يوم واحد حاسس انك مش قادره قوي فيه، عشان ممكن تاني يوم تصحي بعقل اهدى، بطاقه احسن، بنظره مختلفه لحاجات كتير. لو النهارده يوم مش احسن حاجه بالنسبه لك، خلاص اعتبريه يوم وحش، بس ما تخليهوش ياخد منك حلم حلو كبير. وعارفه ايه اللي بيحصل كمان؟ ان احنا مش بس بنخلي اليوم الصعب ده ياثر على نفسيتنا، ساعات بنخليه ياثر على قراراتنا كمان. يعني مثلا تكوني بادئه حاجه جديده متحمسه ليها جدا، سواء بداتي في لغه مثلا، نزلتي جيم، بداتي دايت، تذاكري عشان هدف معين، بداتي محتوى، او حتى حاولتي انك تغيري من نفسك. يعني في الاول كنت متحمسه جدا، وبعدين جه يوم او كام يوم الدنيا باظت يوم شويه، سواء ما عملتيش اللي كنتي مخططه له، اتاخرتي، كسلتي، ضيعتي وقت، تبداي تشكي في نفسك وتقولي انا اصلا ما بعرفش اكمل الحاجه الاخيره، انا ما بعرفش التزم، انا ما بعرفش انجح في الحاجه، ما بعرفش اوصل في الحاجه. انت كده شكيتي في نفسك وحكمتي على نفسك احكام مش صح. يعني ممكن تكوني قصرتي في الحاجه دي، الحاجه دي ما ظبطتش معاكي، مش انا اصلا شخص مقصر ما بعرفش التزم في الحاجه. يعني بدل ما تقولي مثلا انا محتاجه اغير طريقتي في الحاجه دي، لا، بتقولي انا ما عرفتش وهسيب الحاجه دي اصلا. شايفه الفرق ما بينهم؟ انت كده نقلتي المشكله من حاجه عملتيها لحكم على نفسك وشخصيتك، عشان الحاجه اللي انت بتعمليها تقدري تغيريها عادي، لكن لما تبداي تصدقي ان المشكله في شخصيتك نفسها، انت بتبطلي تحاولي اصلا. فانا بقول لك كملي طريقك، حتى لو النهارده مش قادره تعملي الحاجه اللي كنتي مخططه لها، اعملي حاجه صغيره هتفرق بعدين صدقيني. حتى لو انت النهارده انا فعلا مش قادره اعمل اي حاجه وطاقتي خلصانه، ارتاحي عادي من غير تأنيب ضمير، بس بعديها ما تتعامليش مع نفسك كأن كل حاجه خلصت. كملي مكان ما وقفتي. النجاح مش انك عمرك ما تقفي، لا، بس الوقفه ما تتحولش لنهايه. يعني ما تخليش يوم واحد يكتب نهايه قصه انت لسه في اولها. وعارفه ايه اخطر حاجه ممكن تعمليها في يوم تقيل؟ انك تصدقي كل حاجه عقلك بيقولها لك. بس لما تكوني محبطه شويه عقلك هيقولك انك شخص فاشل، لما تتاخري شويه عقلك هيقولك انت ضيعتي وقتك، لما حاجه ما تظبطش معاكي زي ما انت كنت عايزه هيقولك انت شخص مش شاطر كفايه. هتلاقي ان حد سبقك بخطوه زياده عقلك هيقولك انت عمرك ما هتوصلي، مع ان ده مش صح. يعني لازم تفهمي ان اوقات كتير جدا مش كل حاجه بتحسي بيها بتبقى حقيقيه اصلا. ممكن تكوني محبطه، تعبتي، مش شايفه نتيجه واضحه، بس كل ده بيتكلم عن النهارده او عن فتره فاتت، مش عن حياتك كلها. اصل في فرق بين انك تقولي انا مش عارفه اعمل ده دلوقتي، عشان طبيعي اي حاجه بنبداها لازم نقعد فتره طويله لحد ما نبقى متمكنين منها 100% يعني، وبين انك تقولي انا مش عارفه اعمل ده ابدا. الاولى ودي فتره تروح لحالها اول ما توصلي لحاجه، لكن التانية دي حكم على مستقبلك كله، فانت ليه تعملي في نفسك كده؟ ما تاخديش ابدا حكم على نفسك وانت في اسوأ حالاتك. اصل اي حاجه ممكن انها تتصلح، اتاخرتي، محاوله ما نجحتش، ضيعتي وقت، كل ده ممكن يتصلح. لكن الحاجه اللي فعلا مش هتعرفي تصلحيها انك تصدقي ان مفيش فايده وتبطلي تحاولي اصلا. فقبل ما ترمي حلمك كله اسالي نفسك انا فعلا مش عايزه ده، ولا انا بس تعبت، اللي هو لو ارتحت فتره ممكن ارجع واكمل طريقي عادي. لو لسه جواكي جزء حتى لو صغير عايز يكمل، ما تقفليش الباب وما تخليش يوم واحد يقنعك انك مش قادره على حياه كامله. وفي الاخر انا مش عايزاكي تطلعي من الفيديو ده مقتنعه ان انا لازم ابقى قويه كل يوم، لا، انا عايزاكي بس تفتكري حاجه مهمه جدا، ان ما تخليش يوم مش احسن حاجه يقنعك ان حياتك كلها كده، وما تخليش لحظه شك تخليكي تدفني حلم نفسك فيه بجد. ما طبيعي لو انت عايزه تبقي انسانه ناجحه، طبيعي هيعدي عليكي لحظات شك وتعب وهتقعي وتقومي، وهيعدي عليكي لحظات كتير قوي تبقى صعبه، وده كله طبيعي جدا. بس كل مره تحسي فيها انك مش قادره بجد، افتكري ان ده النهارده مش على طول. فخدي وقتك واهدي شويه وبعيدي شويه لو محتاجه، بس ما تقفليش الباب خالص، عشان انتي مش عارفه ايه اللي ممكن يحصل لو كملتي. يمكن الموضوع ياخد وقت طويل شويه مش زي ما انتي فاكره، بس الموضوع محتاج شويه سعي بس وتوصلي له في الاخر. يمكن الطريق يبقى صعب شويه، بس ده كله اهون من انك تبصي بعد سنه سنتين لورا وتقولي لو كنت كملت كان زماني وصلت لايه، او لو كان زماني بقيت ايه دلوقتي.
لو عندك حلم حتى لو صغير، حتى لو انتي خايفه، حتى لو مش واثقه من نفسك، ما تطفيهوش. فلو عدى عليك يوم كان تقيل شويه، سيبيه يعدي. ما تقعديش تفكري طول الليل في كل غلطه، ما تقعديش تقنعي نفسك انك مش هتقدري على حاجه، ده مجرد يوم وهيعدي عادي. فخليكي في اليوم اللي بعده وشوفي انتي وقتها حابه تعملي ايه. يمكن تكملي، يمكن تغيري طريقتك في حاجه، يمكن المشوار ياخد وقت طويل شويه، بس اهم حاجه ما تقفيش في نص الطريق وتقولي اصل انا مش عارفه اوصل للاخر. فادي لنفسك فرصه لبكره، يمكن تشوفي حلول ما كنتيش شايفاها دلوقتي. ما تخليش يوم او فتره مش احسن حاجه تطفي حلمك كله وكل اللي نفسك فيه. وبس كده، كلامي خلص لحد هنا. كان معاكم حلا، واتمنى اكون قلت لكم حاجه كان نفسكم حد يقولها لكم او اثرت فيكم حتى لو شويه. والكلام ده بجد كنت بقوله لكم وبقوله لنفسي زيكم بالظبط. فكملي طريقك للاخر وصدقيني انت تقدري، او اي حد يقدر يبقى شخص ناجح جدا لو فضل مكمل للاخر. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. بحبكم. باي باي.